شقتك بالفيو الروعة اللي انت شايفه دوت. فين؟ احنا في الرخم. تعالوا نوريكم عمارة كنينات، حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. فيو رائع على البحر، طبعا مش اول نمرة، ولكن قبل ما توصل لغاية الاخر هتخش الدخلة دي. هي المسافة اللي انت شايفها دي بالظبط، هي دي المسافة اللي هتدخلها. طب تعالوا نخش من اول الشقة ونشوف الدنيا فيها ايه. دي دخلة الايه، الشقة. طبعا مفيش اسانسير، ها؟ مفيش اسانسير. الادوار عندنا كام دور؟ اول وتاني. اول وتاني، يعني مش محتاج كده، انت كده مش محتاج اسانسير ولا حاجه. تمام، معمول حساب الاسانسير، بس طبعا ايه، الى الان مفيش. اول ما تخش كده السفره، 5 كراسي، والتلاجة. معلش نفتح التلاجة كده، دايما بنحب طبعا الحاجة جديدة يا جدعان، بس احنا ايه، دايما للمصداقية بنوري الناس حتى نظافة حتى التلاجة. طبعا التلاجة لسه ما اشتغلتش اساسا لسه يعني، ما شاء الله اللهم بارك يعني. انتريه 3 كراسي وسفرة، ترابيزة ب4 كراسي. وتعالوا نوريكم بقى الفيو الجميل دوت. نخش بقى معاكم كده، اللهم بارك. ده الصالة، اللهم بارك. البلكونة ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده ممتازة، بتطل على أحلى فيو ممكن تشوفه وتستمتع بيه وقعدة المكان. ما شاء الله اللهم بارك. في رخم. تعالوا نشوف الغرف. هي طبعا كله مراوح يا جماعة، عشان خاطر برضو تبقوا عارفين. وأسعار ما شاء الله يعني جميلة. الغرف بتبص على البحر نفسها. ادي ايه، ادي سرير، وادي التاني، وادي البلكونه بتاعتنا الجميله. تمام. وزي ما انتم شايفين الفيو برضو من هنا، يعني تبقى نايم كده والهواء داخل لك كده غربي كده ايه من البحر، ما شاء الله. الدولاب بتاعنا اهو. ونخش على الحاجه التانيه. بص حتى الشاشه لسه ايه بتتعلق، يعني انت اول واحد هتستخدم الكلام دوت. عندك ادي المطبخ ما شاء الله اللهم بارك. بص بالكيس بتاعه، بالكيس. حاجاتك اهي لسه هتستخدمها، لسه جديده اهي ما شاء الله. بصوا. تمام. وادي البوتاجاز بتاعك. حتى المطبخ شايف بحر، يعني الدلع كله ما شاء الله يعني. تعالوا نخش على باقي الغرف. ده الحمام اهو، ادي الغرفه التانيه في الوش، وادي الحمام اهو. غسالتك، سخانك، الدش بتاعك، حاجه ما شاء الله يعني جميله. انا طبعا بره الحمام عشان ما شاء الله. ادي القعده وادي الحوض. تعالوا بقى نشوف بقى ايه الغرفه دي. الغرفه دي عباره عن برضه سريرين، يعني 4 سراير في الشقه. سريرين وبلكونتك برضه. الشقه ما شاء الله اللهم بارك فيها 3 بلكونات، وادي مراوح اهي، وادي فيو البحر الجميل اهو. تمام تمام. لو عايز الشقة هتتواصل معانا على الواتساب وشوفوا النماذج التانية، حاجة كده روعة. النموذج التاني اهو، صورنا لكم النموذج الأولاني. أول ما تخش كده من الشقة، طقم الأنتريه، كنبة و3 كراسي ما شاء الله اللهم بارك. وطبعا زي ما قلنا التلاجة ما شاء الله، ودايما نظافتها بنأكد على النظافة بالذات في التلاجة والحمام، ناس كتير بتسأل. والشاشة اهي قدامك اهي، وفيو البحر اهو. اول ما تخش كده على طول تلاقي من الصالة البلكونة بتاعتك وقعدتك الرايقة على البحر، بالفيو الجميل الرائع اللي انت شايفه ده. ما شاء الله اللهم بارك يعني. اجمل ما في المكان قعدتك في البلكونه قدام البحر هنا. وادي السفره 6 كراسي، وعندك ترابيزه وكام كرسي هم موجودين، 4 كراسي. اول غرفه ما شاء الله الغرف واسعه، سريرين، مراوح. الغرفه نفسها شايفه البحر الجميل. وادي الدولاب بتاعك اهو في المكان، طبعا مراوح، كله مراوح. ادي الحمام اهو يا جماعه، ادي الغساله، وادي القعده. وما شاء الله ايه، حاجه كلها لسه جديده زيرو، يعني انت اول واحده تستخدمها. ادي الغرفه التانية، ادي السريرين، وادي المراوح، وكل حاجه تمام ما شاء الله اللهم بارك. حاجه ولا اروع. تيجي يا باشا، تيجي وتستمتع وتعيش بالفيو الجميل اللي انت شايفه ده.
ما شاء الله. عندك شقة غرفتين حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. احنا في ام الرخم، والفيو البحر اهو اللي انت شايف البحر اهو من هناك اهو، يعني قريب جدا من الشاطئ. قعدتك وقعدة البلكونة اهي، وتعالوا نوريكم النموذج ده من بدايته. النموذج ده من بدايته حاج حمدي منور الدنيا حبيبي الاخبار حبيبي الغالي. حبيبي يا باشا. تعالى ده الدور الاول يا جماعه. الدور الاول عندك ادي الشقه اهي ما شاء الله اللهم بارك، فرش جديد لسه حاجه كده جميله. ادي الكنبه والثلاث كراسي، وعندك السفره والست كراسي، وعندك ادي الفيو بتاعك اهو. اول ما بتخش كده تلاقي الفيو بتاعك اهو رائع اهو. تمام تمام. هنوريكم الثلاجه. ادي الثلاجه اهي ما شاء الله، حاجه طبعا لسه جديده، بس بقى دايما بنأكد على نظافه الثلاجه والحمام، لان الناس دايما بتسالنا على الكلام ده، ودايما بنذكرها في كل الفيديوهات. وادي البلكونه بتاعتك دي. طيب في نماذج تانية هنوريها لكم. ده في خلفي اول دور هنوريه لكم بعد النموذج الامامي اللي احنا بنصوره ده دلوقتي. ادي الغرفه اهي، سريرين، مراوح، وفيوه البحر برضو الجميل، وبلكونتك الجميله اللي هي الجانبيه دي اللي برضو واخده البحر بصوره ما شاء الله اللهم بارك، حاجه جميله. طب تعالوا بقى نوريكم الغرفه الثانيه والحمام. ادي المطبخ اهو الاول قبل ما نخش على الغرف والحمام. طبعا دي لسه يا جماعه بتتفرش، لسه الوقت اللي احنا بنصور فيه ده لسه بتتفرش. عايز اقول لك المطبخ الشباك بتاعه شايف بحر، يعني ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بقى في الغرفه الثانيه. ادي الغرفه الثانيه اهي، طبعا لسه ما فرش. ادي سريرين والدولاب بتاعك كله فرش جديد اللهم بارك، والحاج حمدي بيشرف البلكونه حبيبي يا كبير. وادي الفيو بتاعك ما شاء الله اللهم بارك الجميل، يعني تقعد يا باشا وتستمتع، وحاجات باسعار ما شاء الله اللهم بارك. هتتواصلوا معانا هنبلغكم بكل حاجه. ادي الحمام اهو، الغساله والقعده والسخان والدش بتاعنا والحوض، كل حاجه ما شاء الله جميله في المكان. عايزين النموذج ده تتواصلوا معانا وتقولوا لنا. كل ما تطلع لفوق كل ما تشوف بحر. الدور الارضي مش شايف بحر اذا كان امامي او خلفي. اشوفكم في فيديوهاتنا الجايه. سلام. ده العماره اهي اللي احنا كنا لسه بنصور فيها دلوقتي، وحبينا نوريكم المسافه قد ايه ما بينها وما بين الدخله بتاعت ام الرخم. زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله. ادي دي الدخله اهي. الدخله دي بقى بتطلعك على ايه؟ لو دخلت يمين في اخر الشارع ده هتوصل عند شاطئ اخونا الغالي ابو فارس سالم دواس. تمام تمام. نوري لكم اهو. شمالك تطلع على طريق الايه؟ طريق عجيبه وطريق القصر ان شاء الله يعني. ادي الدخله هنا يمين، الدخله يمين دي توديك على البحر زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. ادي البحر اهو. كده احنا فين؟ عند اخونا الغالي سالم دواس زي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله اللهم بارك. في ظهرنا طبعا الطريق اللي هو ايه؟ طريق الايه؟ الاقصر زي ما انتوا شفتوا اهو، ده البحر. يلا سلام.